السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه ديال اليوم. حلقه رائعه. العديد من السفن العالميه اصبحت كتدخل بارقام كبيره والرقم قابل للزياده. شنو واقع؟ الغاز ولاو تيتكلموا عليه تقارير اوروبيه بشكل كبير، تيقول لك ان الغاز كاين بالمملكه المغربيه الشريفه، والغاز اللي كاين في المغرب قادر ينقذنا من كارثه، وان المغرب قادره انها تردنا للامجاد ديالتنا وتخلي الاقتصاد ديالنا مزيان. شنو واقع واشنو غادي يوقع؟ لان الشركه البريطانيه اللي تدير التنقيب بالمملكه المغربيه الشريفه كل نهار كل اسبوع تتخرج لنا اخبار جديده وكتكلم لنا على منطقه جديده تلقى فيها الغاز، وانك تقول ان المغرب غادي يبدا يصدر الغاز للدول الاوروبيه. تنعرفوا ان كاين الانبوب اللي رابط ما بين المغرب واسبانيا، تيقول لك ان هذا الانبوب غادي يولي يخدم بشكل كبير وغادي يديروا بزاف ديال المسائل باش ان الغاز يولي يوصل لاوروبا. واحد الكلمه تنقولوها دائما وفي بزاف ديال الحلقات، ان المغرب قادر انه يحكم اوروبا. بزاف ديال الناس كانوا تيظنوا هضرتي خاويه وانني غير داوي خاوي، ولكن الحمد لله اليوم جيت باش ناكد وجيت انني باش نتكلم على هاد السفن اللي ولاو تيجيو بارقام كبيره للمغرب. علاش كيجيو واشنو تيجيبوا وعلاش غادي يتزادوا، وعلاش ان المغرب غيدير بزاف ديال الموانئ في بزاف ديال المدن، وميناء غتلقاه كبير وكبير بزاف، مواصفات عالميه. المغرب الاخوان غادي في الطريق الصحيح والاعداء غادي يتسطى، ولكن غادي نتكلموا على واحد السم خطير او واحد الفيروس خطير انتشر في اوروبا، قادر في 10 سنين في 20 عام ان يخلي اوروبا ما كيناش. وحنا تنعرفوا ان الاقتصاد الاوروبي ولا غادي وتينهار يوم بعد يوم. الحروبات كتاثر على الاقتصاد الاوروبي بشكل كبير، ولكن كنأكد لكم ان كاين واحد الفيروس او كاينه واحد الظاهره انتشرت في اوروبا قادره اننا تخلينا نشوفوا اوروبا من هنا ل 10 سنين ولا 20 عام ان شي دول ما غاديش يبقى فيهم البشر نهائيا. غادي يوليو دول بحال ضربهم النووي، بحال شي دول يعني الاخوان. حلقه واعره، حلقه واعره وبزاف غتسمعوا فيها حقائق واشياء اللي غتصدمكم واللي غادا تفرحكم. خوتي المغاربه، خوتي المغربيات، لي لايك ديالكم ولي كومونتير ديالكم محتاجينها بشكل كبير، والبارطاج ديالكم حتى هو محتاجينه بشكل كبير، لان باش هذه الحلقه توصل لبزاف ديال الناس ويعرفوا اشنو واقع. غادي نتكلموا دابا الاخوان وندخلوا في التفاصيل ديالك. غادي نتكلموا على السفن وعلى الغاز اللي تلقى بالمملكه المغربيه الشريفه. الغاز اللي تلقى في المغرب يعني حنا كنعرفوا الاخوان الغاز في المغرب ما تنخدموش به بشكل كبير. حنا الحمد لله غاديين في بزاف ديال المجالات وتنطوروا في بزاف ديال المجال، سيرتو في المجال ديال الطاقه المتجدده. يعني المغرب ولا تيتوجه لهذه القضيه ديال الطاقه الشمسيه، وحنا ولينا رائدين في هذا المجال. يعني الضوء وكذا غادي نخدموا غير بالطاقه الشمسيه، زائد ان الغاز الاخوان ها هو عندنا، ولكن حنا الغاز ما تنخدموش به بشكل كبير. حنا الغاز غير تنطيبوا به، يعني غير الطياب راه ما تيطلبش لينا واحد الكميه كبيره، ولكن حنا تلقى عندنا بزاف، يعني غادي نوليو نبيعوه. وحنا كنعرفوا الاتحاد الاوروبي او الدول الاوروبيه تيحتاجوا الغاز، تيشعلوا به الضوء، تيطيبوا به، تيسخنوا به الديور ديالهم، ولاو السيارات اللي تيخدموا بالغاز. هذا ما يعني الدول الاوروبيه عرفوا ان الحياه ديالتهم والاقتصاد ديالهم ولا مربوط بالمملكه المغربيه الشريفه. الحمد لله. سمعوا الاخوان، الهضره ما تنقولهاش انا حيت مغربي، من حقي انني ندافع على بلادي ومن حقي انني نفرح خوتي المغاربه، ولكن نفرحهم بشي حاجه اللي منطقيه. هاد الاخبار الاخوان متداوله في العديد من المجلات والعديد من الجرائد العالميه والاوروبيه، تيقول لك ان المغرب تلقى فيه الغاز بارقام كبيره. وشكون اللي تياكد هذا الخبر؟ كما تنقولوا الشركه البريطانيه اللي تدير التنقيب بالمغرب. زائد الاخوان ولينا كنشاهدوا بزاف ديال السفن تيدخلوا للمملكه المغربيه الشريفه. نعم راه بداو تيدخلوا بزاف ديال الشركات من بزاف ديال الدول العالميه، وبداو تيجيبوا كيف ما تنقولوا في الماتيريال ديالهم، وان الصادرات والواردات بالمملكه المغربيه الشريفه بداو تيطلعوا بشكل كبير. يعني المغرب غادي يولي يصدر بزاف ديال الاشياء، لان تلقاو عندنا بزاف ديال المعادن، وعندنا الحمد لله عندنا بزاف ديال الخيرات. وهاد الشركات الاوروبيه حتى هما غادي يبداو خدامين بالبواخر او بالسفن بشكل كبير، لانهم غادي يبداو يصدروا المنتوجات غادي يقادوها في المغرب وغادي تولي تمشي لاوروبا، لان العديد من الشركات والمصانع في اوروبا بداو تيتسدوا. علاش؟
الخدمه موجوده ولكن ما كايناش يد العامله. كيف ما اكدت لكم في الحلقات السابقه ان دوله المانيا انه ولاو تيدخلوا العسكر انه يخدم في الشركات، يد العامله قليله وقليله بزاف. هذا ما يعني ان غتبداو تشاهدوا في الكونطرات وكذا، وراكم شاهدتوا هما الاخوان. خوتي المغاربه راه شفتوا القضيه ديال الكونطرات، ولا بنادم واحد في الرونديفوات، راه بزاف ديال الدول صيفطوا بزاف ديال العقود. واش عمركم شفتوا ان الكونطرات ديال البرتغال ولاو بارقام كبيره؟ كنا كنعرفوا الكونطرات ديال الطاليان بارقام كبيره، الاسبانيول شويه، فرنسا شويه، المانيا. دابا ولينا كنشوفوا بزاف المانيا وبزاف البرتغال وبزاف الطاليان وبزاف الاسبانيول. هذا ما يعني ان الدول الاوروبيه كيشوفوا المصلحه ديالهم وتيشوفوا الاقتصاد ديالهم على المغرب. تيقول لك اولا الشعب المغربي تيخدم، ثانيا ان المواطن المغربي مواطن ذكي، وكيف ما تنقولوا المغاربه تيمشيو لاوروبا بزاف تنتعلموا اللغه، زائد الموقع الجغرافي، زائد كما تنقولوا الاتفاقيات اللي تسنات، يعني تسناو اتفاقيات ثنائيه مع بزاف ديال الدول الاوروبيه، زائد ان هاد الشركات اللي كنقولوا ان كاينه في المغرب، يعني تيقول لك غادي نبداو ندخلوا للمغرب السفن، خاصنا نجيبوا الماتيريال باش نبداو نقادوا، وان هاد السفن غادي يمشيو ويجيو سفينه غاديه سفينه جايه، الفلوس داخله للمملكه المغربيه الشريفه. هذا ما يعني اننا غادي نبداو نشاهدوا العمله الصعبه تدخل للمملكه المغربيه بشكل كبير، زائد ان هاد السفن راه ولاو تيجيبوا حتى البشر، يعني ولاو كما تنقولوا الشعوب الاوروبيه كيدخلوا للمغرب. وسيرتو كنعرفوا ان الجو بدا تيبرد والثلج بدا تيطيح، وان ناقص 20 ناقص 30 خلات بزاف ديال الدول تيصيفطوا الشعوب ديالهم للمملكه المغربيه الشريفه، وهاد السفن راه جايبين لي كرافان، جايبين السيارات ديالهم وتيدخلوا للمملكه المغربيه الشريفه. يعني ملي غادي يدخلوا غادي يكريو لي زوطيل، غادي يكريو لي زابارتمون، غادي ياكلوا، غادي يديروا ليسونس ولا يديروا المازوت، يعني الرواج غادي يولي بالمملكه المغربيه الشريفه. يعني هاد السفن الاخوان كنتمنى ان يكون وصلت فيهم الرساله ووريتكم الحقيقه ديالهم، زائد ان الغاز الاخوان غادي نبداو نصدروه لاوروبا. تصور واحد الناس بواحد الوقيته بداو تيتشفاو فينا، تيقول لك المغرب غاديو يجمعوا الحطاب باش يشعل، ولكن ربي كبير الاخوان. حنا راه دوله شريفه، وحنا واحد الدوله اللي ما تناديوش وما تنظلموش، وقلوبنا زوينين. حنا المغاربه، حنا المغاربه والله الا واعرين، الحمد لله فينا المحبه. تنشوف تنتعصبوا ولكن الحمد لله. تصور ان وحدين ناضوا باش يتشفاو فينا، ولينا حنا غادي ننقذوا قاره اللي كتضرب بها المثال، القاره الاوروبيه، اقتصاد الاورو، عيني مخضرين وباسبور احمر. والكابرانات قال لك حنا غنمشيو نجمعوا الحطب، حنا غنوليو نصدروا الغاز الحمد لله، وانتم شدوا داك الغاز. حنا عارفين الغاز ديال الجزائر شنو غادي يوقع فيه، العالم عارف شنو غادي يوقع، غتنوض عليه حرب لان دوله غير امنه. وهذا الشيء كتاكد وزاره الخارجيه الامريكيه، تؤكد ان الجزائر بلد غير امن. الموضوع الاول الاخوان كنتمنى ان يكون وصلت فيه الرسائل وعطيت فيه الحقائق، والموضوع الثاني غادي نلخصوا بسهوله وبالزربه باش نساليو هذه الحلقه وكلشي يخرج مستافد. الفيروس اللي انتشر في اوروبا الاخوان هو اللوبيا، شي ديال اللوبيا وكذا، وهذا مع هذا وهذه مع هذه، ارقام تصدق ناقوس الخطر. دول اوروبيه ولاو مخلوعين لانهم هادشي ولاو مدخلينو المدارس وكذا. يعني هاد الجيل الصاعد والجيل اللي كاين دابا والناس اللي امنوا بهذه الفكره ولاو دول وانظمه باوروبا مخلوعين. تيقول لك من 10 سنين 20 عام غادي نساليو لان الارقام ولات مخيفه. تنعرفوا القاره العجوز مرة كبيره، المراه كبيره ما تتبقاش تولد، ما كتبقاش تتحرك، كتولي تسناها غير الموت. واوروبا الا بقاو غاديين بهذا التوجه غادي يموتوا بهذه اللغه. راجل 10 سنين شنو غادي يعطيك الاخوان؟ زيد ان العنوسه والشيخوخه والعيالات كثر من الرجاله عندهم، وزيد انهم هما ما تيولدوش بزاف، يعني ولاو خايفين انهم يتستعمروا. وهذا الشيء راه ولا تيخلاو. حنا تنعرفوا الافارقه تيولدوا بزاف وبداو تينتشروا في القاره الاوروبيه، ودول اوروبيه ولاو مخلوعين من هذه المساله. هذا ما يعني ان الغرب غادي في واحد التوجه اللي خطير، وهذا راه فيروس منتشر عندهم، والا بقى تنتشر وزاد منتشر تنأكد لكم كاينين شي دول ما غاديش يبقى فيهم البشر، واصلا بلا هادشي اصلا بنادم مابقاش كيولد والبشر بدا تيتنقص. اليابان ودول، وتصور ان حتى كوريا الجنوبيه والصين ولاو خايفين انهم يتنقصوا بهذه النسبه اللي عندهم، ولاو خايفين صراحه. الحلقات المقبله بقات معلومه كل يوم غادي يكون فيها اخبار ومعلومات زوينه وتحليلات اللي رائعه. انا كنحاول نتكلم بواحد الاسلوب اللي فهموا القارئ واللي ما قاريش، ونتمنى انكم كنتم توفقوا في هذه الحلقه، ونتمناكم الاخوان.
ديروا الخدمه ديالكم. شنو هي تخليو لنا شي لايك، تخليو لنا شي كومونتير زوين، عندك شي معلومه زوينه بغيت تفيدنا خليها في لي كومونتير، وغادي نقول لكم في اخر الحلقه. كان معكم خوكم او ولدكم حمزه صاحب قناه معلومه كل يوم، وتنقول لكم الى اللقاء.